السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو السفيدي من جديد. أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة رائعة جدا وسهلة نتائجها مدهشة جدا لتطويل الشعر وتكثيفه أيضا. إذا كنت تحلمين بشعر طويل كثيف صحي لامع بدون تقصفات، فهذه الوصفة سوف تمنحك الشعر الذي تحلمين به. سنعتمد فيها على مكونين فقط، وهذا هو سحر هذه الوصفة. فيها مكونين فقط متواجدين في كل بيت، ولكن لهما مفعول السحر في تطويل وعلاج الشعر من جذوره حتى الأطراف. وهذا المكون الذي نتكلم عنهما هو أول شيء البصل. في كل وصفة لتطويل وتكثيف وعلاج الشعر يجب أن نجد البصل، هذا المكون الرائع الذي هو أصلا لوحده يقوم بعلاج الشعر وتطويله وتكثيفه وعلاج فراغات الشعر وأيضا إيقاف تساقط الشعر. المكون الثاني الذي نحتاج إليه والأخير هو السانوج. السانوج مختلف على الحبة السوداء. السانوج رائع جدا، فهو يحافظ على شباب شعرك. هل للشعر عمر؟ نعم، له عمر، فالشعر عندما يتقدم بالسن هو أيضا يبدأ بالتساقط، التقصف، لونه يبهت، وأيضا الشيب يبدأ بالظهور. فهنا السانوج هو الحل السحري لكي يبقى شعرنا شاب ويحتفظ بشبابه ونؤخر ظهور الشيب حتى أعمار متقدمة. الآن ننتقل إلى طريقة هذه الوصفة. قبل أن ننتقل إلى الطريقة لا تنسوا وضع لايك لهذا الفيديو لتشجيعنا على إعطائكم المزيد من الوصفات الطبيعية والفعالة. بالنسبة لطريقة هذه الوصفة، أولا نقوم بغسل البصل جيدا لكي نزيل منها الأتربة العالقة فيها، وبعد ذلك نقوم بإزالة قشور البصل، ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل إلى قطع متوسطة. طبعا هنا أنا اخترت البصل الأحمر لأن بصراحة عندما نأتي إلى وصفات الشعر البصل الأحمر لديه فوائد أكثر من البصل الأبيض بالنسبة لفروة شعرنا ولشعرنا، لذلك اختاروا البصل الأحمر. طبعا البصل غني بمادة الكبريت التي تقوم بعلاج الشعر من الجذور حتى الأطراف، تقوم بتكثيف الشعر، إيقاف تساقط الشعر، تطويل الشعر، وأيضا تحافظ على صحة ولمعان الشعر. بعد ذلك نأخذ كسرونة ونضع فيها مقدار كوب متوسط من الماء، ونقوم بإضافة البصل المقطع إلى هذا الماء، ونقوم بإضافة 4 ملاعق كبيرة ممتلئة من السانوج، ونأخذ الكسرونة ونضعها على النار. طبعا كما تعلمون النار يجب أن تكون هادئة، يجب أن نترك هذه المكونات تعطينا الفوائد في الماء على نار هادئة، لأنه إذا عرضناها مباشرة إلى درجة حرارة عالية فلن نحصل على كل الفوائد التي نريدها، لذلك دائما ضعوها على نار هادئة. ونستمر بتحريك هذه الوصفة من حين إلى آخر، طبعا حتى لا تذهب المكونات إلى قعر الكسرونة وتحترق لنا، يجب أن نحركها من حين إلى آخر، والأمر سيأخذ معنا حتى ربع ساعة حتى نلاحظ أن ذلك الماء أصبح مائل إلى السواد بسبب السانوج، وسنلاحظ أن البصل أصبح شفافا. بعد ذلك نقوم بإطفاء النار على هذه الوصفة ونتركها حتى يصبح الماء دافئا أو باردا، لا تقوم بتصفيتها مباشرة. وبعد أن تبرد الوصفة نأخذ برطمان زجاجي، ضروري أن يكون زجاجي ولا يكون بلاستيكي، لا تقوم بوضع قنينة بلاستيكية بل زجاجية، ونقوم بتصفية هذه الوصفة بالفلتر، فقط نحصل على الماء لأنه هو الذي نحتاجه، ونقوم بإزالة بقايا البصل والسانوج، ونقوم بإغلاقه جيدا. طبعا هذه الوصفة يحتفظ بها في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف لا تصلها الشمس حتى لا تفسد لنا، خصوصا في فصل الصيف. الآن بالنسبة لطريقة استخدام هذه الوصفة، والطريقة مهمة جدا. سأعطيكم الطريقة لتطويل الشعر وأيضا الطريقة لإيقاف تساقط الشعر ولتكثيف الشعر. بالنسبة لطريقة تطويل الشعر، لأن هذا هو الهدف من هذا الفيديو، هو تطويل الشعر، نأخذ هذه الوصفة ليلا، من الأفضل ليلا نذهب إلى البانيو ونقوم بقلب رأسنا على البانيو، بعد مشط شعرنا وكل شيء
نقوم بقلب رأسنا على البانيو بالطريقة العكسية التي شرحتها لكم فيما سبق، يعني رأسكم لتحت، وهنا تكون الدورة الدموية يعني تذهب إلى فروة الرأس، وبالتالي سنستفيد من هذه الوصفة أكثر فأكثر. نقوم بأخذ هذه الوصفة كما قمنا بعملها اليوم، ونقوم بصبها على فروة الشعر من جذور الشعر حتى أطراف الشعر. إذا أردتم علاج الشعر من الجذور حتى الأطراف، يعني التقصف وأيضا إعطاء لمعان للشعر، علاجه من الكثير من المشاكل، وأيضا علاج الشيب إذا كان هناك شيب، فضعوا هذه الوصفة من الجذور حتى الأطراف، يعني على كامل الشعر. وبعد ذلك نأخذ أصابعنا ونقوم بتخليل فروة الشعر، ونقوم بعمل مساج وتدليك لفروة شعرنا جيدا جيدا بهذه الوصفة لمدة يعني دقيقة حتى 5 دقائق، كلما زاد الوقت كلما كان أفضل. وبعد ذلك نقوم بعصر شعرنا من هذه الوصفة، ونقوم بلفها على شكل كعكة ونتركه، يعني ننام به أو نتركه حتى يجف. هذه الوصفة ليست فيها رائحة بصل قوية، لأن رائحة السنوج يمتص رائحة البصل، فلا تكون فيها رائحة بصل قوية، لذلك ليست منها أي مشكلة. ونستمر في هذه الطريقة لمدة أسبوع، يعني أسبوع يوميا بالليل تقومون بعمل هذه الطريقة. وهذه الوصفة لا تحتاجون إلى غسلها، يعني تغسلون شعركم طبيعي مثل ما تفعلون دائما. إذا كنتم تغسلونه مرتين في الأسبوع فاغسلوه مرتين في الأسبوع، ليست هناك مشكلة. وفي اليوم الذي ستغسلون فيه شعركم قوموا بغسله في الصباح. مثلا أنتم قمتم بعمل هذه الوصفة في الليل، في الصباح اغسلوا شعركم وضعوها في الليل بنفس الطريقة، واتركوها حتى مرات الغسل الأخرى. كما قلت لكم ليست مشكلة من ترك هذه الوصفة على الشعر. هذا بالنسبة لتطويل الشعر. وفي الأسبوع الثاني قوموا باستخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، في الأسبوع الثالث مرتين في الأسبوع، واستمروا مرتين في الأسبوع حتى تحصلوا على الطول المناسب لشعركم الذي تطمحون له، لأن هناك من تحلم بشعر طويل حتى الركبة، هناك من تريد فقط شعر طويل حتى الظهر أو نصف الظهر إلى آخره. أنتم استمروا في استخدامها حتى تحصلون على الطول المناسب. الآن بالنسبة لطريقة الاستخدام، إذا كنتم تريدون علاج تساقط الشعر وتريدون تكثيف الشعر، يعني تريدون هذه الوصفة أن تعطيكم نتيجة تكثيف للشعر وإنبات للفراغات، وأيضا تعطيكم نتيجة لتطويل الشعر، لكن ليست مثل الطريقة الأولى، لأن الطريقة الأولى هي مختصة لتطويل الشعر. نأخذ من هذه الوصفة ونضعها في قنينة رشاشة. هذه المرة تضعونها في قنينة بلاستيكية رشاشة، يكون طبعا بلاستيك صالح لإعادة الاستخدام، وتقومون بوضع هذه الوصفة فيه وترشون شعركم بهذه الوصفة 3 مرات في اليوم، وذلك صباحا عندما تقومون بالنوم فقط فروة شعركم، وفي المساء يعني مثلا الساعة 3 مساء، وفي الليل قبل أن تنامون. المهم 3 مرات في اليوم. هذه الوصفة كما قلت لكم ليست فيها رائحة، فقط قوموا برشها على فروة الشعر، وعند رشها قوموا بدلك فروة شعركم لمدة يعني ثواني فقط، وقوموا بعمل نفس الشيء 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع. بالنسبة للأسبوع الأول ستلاحظون أن تساقط الشعر قد توقف تماما. إذا أردتم إنبات الشعر فقوموا باستخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع الأول، بعد ذلك 3 مرات في اليوم في الأسبوع الأول، بعد ذلك مرتين في اليوم في الأسبوع الثاني، بعد ذلك مرة في اليوم في الأسبوع الثالث، واستمروا هكذا حتى تحصلون على النتيجة التي تريدونها. بالنسبة لإنبات الشعر ستلاحظون أن هناك شعر جديد يظهر في الفراغات. هذه الطريقة رائعة جدا، أولا في إيقاف تساقط الشعر في أول أسبوع، وثانيا في إنبات فراغات الشعر، وهي أيضا تقوم بتطويل الشعر، أيضا لديها مفعول في تطويل الشعر، فقط استمروا عليها حتى تحصلوا على النتيجة التي تريدونها. يمكنكم استخدام الطريقتين معا، يمكنكم مثلا استخدام طريقة الرش، ولكن إذا كنتم ستستخدمون الطريقة الأولى بالليل قوموا برش فروة شعركم فقط مرتين في اليوم، يعني صباحا في الصباح الباكر عندما تقومون من النوم، وفي الساعة 3، وفي الليل قوموا بعمل الوصفة بالطريقة الأولى، وهنا ستحصلون على كل النتائج مع بعضها البعض. لكن إذا لم يكن لديكم الوقت يمكنكم استخدام طريقة من الطريقتين، فهي كلها لديها فوائد رائعة جدا.
إذا كنتم تحلمون بشعر طويل خالي من التقصف خالي من التساقط، كثيف لامع رائع، شعر شاب، فاستخدموا هذه الوصفة، لديها نتائج رائعة جدا. واكتبوا لنا النتائج تحت إذا استخدمتم الوصفة في التعليقات، كما قمتم بذكر نتائجكم في وصفة البصل مع الأرز، أعطتكم نتائج رائعة جدا وأنا فرحت بها. فاذكروا لنا النتائج أيضا في هذه الوصفة إذا جربتموها. إذا كانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد فادتكم. إذا تعرفون أي فتاة تريد تطويل شعرها فشاركوا هذا الفيديو معها وسوف تشكركم كثيرا. وأنا أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله، في أمان الله.